اللي عندها خاصها في الاول موديل، لان كيفاش كيتشكل الطموح عند الانسان؟ اترافير شنو شاف، اترافير تجربه، اترافير انه ممكن يثيق في راسو انه موديل. نعطيك مثال باش تفهم. في المغرب كتلقى واحد الوقيته ناضت واحد الطوندونس ديال الجري. علاش؟ حيت شافوا الكروش خدا الميداليه الذهبيه، فجا واحد اخر وجا واحد اخر، كتولي كيبان ليه الموديل، تيولي داك الطوندونس. مثلا تفرجتي في داك المسلسل الفايكنجز، هذاك راغنار لوثبروك ولا مع سميتو، هو اللي بدا ديك العمليه الاكتشافات في مشى الانجليز، وتولي الفايكنج كامل توصلوا للاندلس. حيت واحد بدا كيولي ممكن هذيك ممكن ملي كتزرع عند الانسان في الصغر تيولي كيخدم عليها. هذيك هي اعتقد المشكل عند لا فيزيون ديال البنات فيزافي راسهم، فيزافي الطموح ديالهم، فيزافي فكتلقى اوتو سونسور دايرها لراسها بلا ما تحس. اوكي بزاف انا والله على هذا هو اللي بان ليا. اما انه ما يمكنش ليها، هي اعتقد المجتمع الحالي ولا المود دو في اللي حنا فيه ممكن، لان ما بقاتش كتكونساكري وقتها 100% كيف ما كانش حاجه التربيه. ودابا الغريب في الامر، بغيت نرجع نيت للقضيه ديال الستوري، هو انه ملي دازت هذا الصداع وكترجع للستوري كتلقى انه كاين شي حوايج اللي فعلا تقالوا اللي كان فيهم واحد الجوجمون، ولكن كان فيهم شي حوايج اللي زعما ما خايبينش لهاد الدرجه. لا دابا خاصك تفهم ايمن كيفاش فكر. وراه الشيء في هذه القضيه ديال ايمن. دابا انا ملي تفرجت في ستوري تخيلت ديك القضيه ديال عرفتي داك البرنامج المغربي ديال معكم مصطفى سوينكا، وهاد الساعه اللي غيدوز هي اكبس الساعه مغرب مسلسل بحال هكا. لا انا لا هو لا انت لا ايمن. دابا ما تفهمش. دابا الايمن هو انا بالنسبه لي واش قال شي حاجه عيب؟ دابا هو نقول لك شنو او لا واش ها انت واش قال شي حاجه عيب او لا فوالا واش قال شي حاجه عيب ولا واش تفهمات ديك الحاجه عيب؟ حيت هاد الجوج راه كاين فرق كبير بيناتهم. اولا هو دابا واحد ما يمكنش نجوجيوه بهضره، خاصنا نجوجيوه بالفعل وبالفعل. مثلا دابا انا اللي قلت لي ميزوجيني كتقال ميزوجيني، انا تقالت عليه ميزوجيني. ميزوجيني قلبت عليه اول مره نسمع زعما هي كيكره المراه فقط لكونها مراه، هذه هي كلمه ميزوجيني. يا سلام. واش ايمن ميزوجيني؟ ما يمكنش تقولها. واخا نقول لك انا ميزوجيني، خصك تشوف اش كندير. هو كيحترم المراه الي روتور، مرته خدامه فهمتيني، مقاتل وياها، كيفاش التعابير ديالو على المراه، كيفاش كيشوف المراه ما تحتقرهاش فهمتيني. عنده بنته، عنده امه اللي خدامين معاه يعني هو في التصرفات ديالو ما يمكنش تسقط عليه ديك الهضره اللي كتقول فعلا. يعني هضرته ما تفهمتش مزيان. هذا هو اللوجيك. لا بنادم دابا حنا كيفاش كيطرى لينا بنات بحال عندنا واحد المكبوتات فينا الداخل ديال الغضب، كنبغيو نصنفوا الاخر كنبغيو نصنفوا لانه اخلاقيا ما نقدروش نضربوه. مثلا الا بغيت نضربك انت ما نقدرش نجي نضربك، خاصني انت نصنفك خايب عاد باش نعطيك، باش انا نكون اخلاقيا مرتاح فهمتيني. بحال دوك المتطرفين، المتطرف حتى كيكفرك عاد باش يقتلك، ما يمكنش يقول لك انت مسلم ويقتلك، خصو يصنفك. فهذا الشيء اللي وقع باش بعض ماشي كلشي، بعض النساء المتطرفات كينعتوا عليك الفاظ متطرفه باش يعطيك هذا سلوك نفسي فهمتيني. كنتفهموا انا هو ما دارش هو السيد ملي كتجي تشوف حل هضرته كتجي تفكر كيشوف بتجربته. هو طبيب جراح. جيت تشوف الجراحه في المغرب اغلبيتها كيمشيو لها الدراري، 90% كيمشيو الدراري. البيدياتري كيمشيو لها البنات 80%. هو اشنو شاف بعينيه؟ انا قلت هذا هو التحليل اللي دار في راسه، حيت ما هو قالش انا التحليل اللي استنتجت. كيشوف الحريه الاراده عند المراه، اختارت الاشياء اللي ما فيهاش خطوره بحال الجراحه، لانه بالنسبه لي الجراحه فيها خطوره، فالاختيار ديالها كان اكثر سلامه ماشي اكثر خطوره. فهو بالنسبه ليه انه المراه ما كتبغيش تاخذ الريسك بالطبع. ممكن البنيه الجسديه الشيرجي فيها شويه ديال يقدر، ولكن ما تنساش راه كاين واحد العامل اخر اللي كيقولوا البنات واللي هو شرحت لك، هو التكوين السيكولوجي ديال البنت دو باز، اللي هذاك التكوين السيكولوجي اللي عطاها الموديل انه ما كاينش مراه جراحه في الاول. ما نظنش انه كان هاد حتى انا مثلا قريت الطب وما عمر كانت هاد الفكره ديال انه راه الجراحين كيديروهم العيالات. ولكن شنو كتشوف دابا انت؟ شنو كتشوف دابا البنت؟ شنو كتشوف؟ ما كتشوفش جراحين عيالات، ما شافتش الموديل. يعني كتقول صافي راه مديول ديال الرجال. السيكولوجيا فهمتي، الاختيار ديالها الحر واش تاثر بهذا العامل الخارجي ولا لا. يعني كون كانت تكوين الحلم ديالها على باز
واش تاثر بالعامل الخارجي الذكوري اللي غادي نقولوا ولا المعاشاتي ولا اللي ولفنا واللي ورثنا بار اجيال واجيال اجيال. فعلا فهمتي مثلا كون كبرات وكانت كتشوف البنايه مراوات كانت تبغي تكون بنايه. ودابا السؤال علاش ما كاينش بنايه وراوات؟ حيت كنظن انه البنيه الجسديه ديال بيولوجيا كبيره بيولوجيا حكمت. ولكن سؤال اخر، واش هذا الشيء كيقدر يتبدل مع العوامل التكنولوجيه الجديده؟ لانه الاول اللي دار بناي كان خاصو يهز، دابا ما بقاش خاصو يهز، دابا لا ولا خاصو يخطط، فتوارثنا. فهمتي اش بغا نقول لك؟ فالعامل الذهني ديال البنت تفورماطا اترافير السياكل، ودابا هادو اللي كيجيو ميليتيو كيقول لك هاد النقطه هي اللي خاصنا نميليتيو عليها.